الفيديوهات اللي هتشوفها قدامك دلوقتي كلها معمولة من البرنامج الرهيب اللي هنشرحه في الفيديو ده. ولما تخلص الفيديو ده هتكون اكتسبت مهارة جديدة عليها طلب عالي جدا، تقدر تكسب بالمهارة دي بأكتر من طريقة. المهارة دي هي صنع أفلام الكرتون أو تحويل النص لصور وفيديوهات باستخدام الذكاء الاصطناعي. يعني انت فعليا هتستخدم الذكاء الاصطناعي عشان تكسب منه من خلال البرنامج اللي هنعرفه النهاردة. حتى لو انت ما عندكش أي خبرة خالص في كتابة البرومتس او الوصف، او حتى معرفتك باللغه الانجليزيه ضعيفه جدا، هعرفك في الفيديو ده ازاي تكتب برومتس احترافيه او وصف احترافي عشان تطلع اي صوره وتحولها لكرتون او انمي او حتى شخص حقيقي، وتعمل قصص كرتونيه تقدر تكسب منها باكتر من طريقه. منهم مثلا انك تعمل قناه على اليوتيوب وتبدا تعرض عليها المحتوى ده وتكسب منها على المدى البعيد. منهم انك تبيع الفيديوهات دي بالقطعه الواحده، وهتلاقي بدأ العميل 1000 عميل، لان زي ما قلت لك مهاره جديده في السوق وعليها طلب بيزيد كل يوم، ونوعية الفيديوهات دي هي اللي هتنتشر جدا الفترة اللي جاية. فأنا بقول إن الفيديو ده هيقدر يفتح ليك مصادر دخل كتيرة جدا، كل واحد يمشي في الطريق المناسب ليه. وتعالوا دلوقتي نشوف بعض الفيديوهات اللي أنا عملتها من البرنامج ده، وبعد كده نشرح البرنامج بالتفصيل. Kaya, a young girl. She loved to observe things. During a big festival, Kaya saw different people doing jobs. A farmer selling fruits and vegetables, and an artist making beautiful pots. A strong warrior with a spear, and a healer helping others. There was also a storyteller showcasing stories with puppets. Even though they did different things, everyone in the village respected each other. They came together to dance and celebrate under the twinkling stars. Kaya learned that together they're stronger, and unity makes the village happier. My name is Sarah, and I want to share a problem I had with procrastination. It started in high school, when I used to put off doing my homework. I would always find something more interesting to do, like watching TV, chatting with friends, or playing video games. However, this habit soon started affecting my grades and my overall well-being. Every evening, I would tell myself that I had plenty of time to finish my assignments. But as the hours went by, I would realize that I hadn't started anything. I would stay up late, trying to finish my homework at the last minute. The next day, I would feel exhausted and stressed. My teachers noticed that I wasn't performing well in class, and I felt overwhelmed all. كان هناك شاب يدعى كريم موهوب في الرسم، لكنه كان كسولا للغاية. كان يعتقد أن موهبته وحدها كافية لتحقيق أحلامه. ذات يوم سمع أسطورة عن فرشاة سحرية مخبأة في أعماق الصحراء يمكنها أن ترسم أجمل اللوحات دون أي جهد من الرسام. بسبب الطمع والكسل باع كريم كل ما يملك وانطلق في رحلة شاقة عبر الصحراء القاسية. بعد أسابيع من المعاناة وصل إلى واحة نائية، حيث التقى بشيخ حكيم يحمل فرشاة قديمة. سأل كريم بلهفة: هل هذه هي الفرشاة السحرية؟ ابتسم الشيخ وقال: يا بني، هذه فرشاة عادية، لكن بعد عمر من الممارسة والصبر أصبحت ضرباتها سحرية. خاب أمل كريم، لكنه أصر على مواصلة بحثه. مرت السنوات وهو يتنقل من مكان لآخر يبحث عن طريق مختصر للنجاح، تاركا وراءه فرصا عديدة للتعلم والتطور. بعد عقدين عاد كريم إلى قريته رجلا متعبا ومحبطا. في تلك الليلة أقيم معرض فني كبير في القرية. على المسرح رأى كريم رساما يحمل فرشاة بسيطة، لكن اللوحات التي رسمها كانت أجمل ما رآه في حياته. بعد المعرض اقترب كريم من الرسام ليكتشف أنه الشيخ نفسه الذي قابله قبل 20 عاما. قال كريم بدهشة: لقد وجدت الفرشاة السحرية أخيرا. ضحك الشيخ برقة وقال: يا بني، هذه هي نفس الفرشاة القديمة. السحر لم يكن في الأداة، بل في سنوات الممارسة والإخلاص. لقد كان السحر بداخلك طوال الوقت، لو أنك فقط آمنت بنفسك وعملت بجد. في تلك اللحظة أدرك كريم حقيقة بسيطة لكنها عميقة: لا توجد اختصارات للتميز، وأن الموهبة بدون عمل جاد هي مجرد إمكانية غير مستغلة. عاد كريم إلى منزله
نفض الغبار عن فرشته القديمة وبدأ يرسم بشغف وإصرار، وعلى الرغم من أنه بدأ متأخرا إلا أنه أدرك أن كل يوم هو فرصة جديدة للتعلم والنمو. عشان تعمل نوعية الفيديوهات اللي انت شفتها من شوية دي هيكون قدامك اكتر من اختيار. اول اختيار هو انك تعتمد على مواقع الذكاء الاصطناعي اللي بتحول النص لصورة، ولكن المشكلة في المواقع دي ان الخطط المجانية فيها بتديك ليميت محدود جدا، ولو حاولت تشترك في الخطط المدفوعة اللي بيقدموها هتلاقي ان انت محتاج تدفع كل شهر مبلغ معين، وفي نفس الوقت برضو ليك ليميت اعلى شوية من الليميت المجاني. ولكن المواقع دي مش بتديك عدد غير محدود من الصور، لا هي المواقع الموجودة في السوق الخطط اللي فيها بتديك ليميت معين من الصور. يعني لو الخطة المجانية بتديك 5 صور في اليوم، الخطة المدفوعة هتديك مثلا 20 صورة في اليوم، وزي ما قلت لك انت هتكون محتاج تدفع او تجدد الاشتراك بشكل شهري. الحل التاني معانا وده اللي انا بفضله جدا، وهو انك تعتمد على مواقع او برامج بتديك اشتراك مدى الحياة، يعني هتدفع مرة واحدة بس ومش محتاج اجدد شهريا، وفي نفس الوقت معايا عدد لا نهائي من الصور. وده اللي بيقدمه لك الموقع اللي معانا النهارده، موقع فيديو اكسبريس دوت اي اي، اللي عليه البرنامج اللي انا استخدمته عشان اعمل كل الصور والفيديوهات اللي انت شفتها من شويه. تعالوا نشوف كده سريعا مميزات البرنامج ده. زي ما انت شايف دي الصفحه اللي تقدر تشتري منها البرنامج نفسه، وهتلاقي رابط البرنامج ده بخصم كويس في التعليقات وفي وصف الفيديو برضو. خليني اقول لك ان الخبر الجميل ان البرنامج ده فيه خطتين. في خطه البيسك اهي زي ما انت شايف، ودي بتكلفك كام؟ دي ب 49 دولار بس. انت مدرك هتدفع 49 دولار مرة واحدة بس مدى الحياة، مش هتدفع اي حاجة تاني، وهتقدر تعمل عدد لا نهائي من الصور. معاك كل الفيتشرز اللي قدامك دي، انك تحول النص الفيديو والصورة الفيديو وتعمل كونسيستنت كاركتر وكل الكلام ده. وكمان معاك 30 يوم كضمان، يعني معاك 30 يوم تقدر تجرب فيه بالبرنامج، لو ما عجبكش تقدر تسترد فلوسك كاملة. دي اللي هي الرخصة البيسك. عندنا بقى الرخصة الاعلى من كده، ودي طبعا انا بفضلها جدا لان فيها كمية مميزات رهيبة زي ما هنشوف في الشرح شوية كده. زي مثلا انك تخلي الصورة تتكلم او تغني، دي طبعا ميزة مهمة جدا ورهيبة. زي انك تشيل اي اوبجكت او شيء من الفيديو، وزي انك تزود مدة الفيديو، حاجات كتيرة جدا ورهيبة. والخطة دي ب 179 دولار برضه، هتدفعها مرة واحدة بس ومش هتدفع تاني. عشان تشتري اي واحدة فيهم هتدوس على هنا، بعد كده هتتحول للصفحة اللي قدامك دي، تقدر تدفع باي ماستر كارد معاك او من خلال الباي بال. زي ما انت شايف هنا البرنامج كله هيكلفك 2400 جنيه تقريبا، يعني تقدر تشترك فيه انت وواحد صاحبك، كل واحد هيدفع 1200 جنيه وهيبقى معاكم برنامج عالمي تقدروا تحولوه لاكتر من مصدر دخل، مش بس مصدر دخل واحد. فلو انت مش مقتدر على المبلغ كله ممكن تشوف حد من صحابك او 3 من صحابك، وما تقلقش ايا كان العدد لان انت معاك عدد لا نهائي من الصور والفيديوهات، فبراحتكم خالص. ولو انت مقتدر تقدر تشتري برضو البرنامج، انا شايف ان هو افوردبل جدا. انا شخصيا كاحمد بحب قوي البرامج او المواقع اللي بتوفر النوع ده من الاشتراكات، ان انا ادفع لهم مره واحده بس وما ادفعش اي شيء تاني مدى الحياه. فهتدخل طبعا بياناتك هنا، اسمك والايميل بتاعك ورقم التليفون، وبعد كده تدخل بيانات الدفع بتاعتك وهتشتري على طول. دي كده واجهه البرنامج من جوه، هنشرحها كلها بالتفصيل مع بعض ان شاء الله. زي ما انت شايف ده التايم لاين بتاعك اللي انت تقدر من خلاله تعمل مونتاج وتعديل على الفيديو بتاعك بالكامل من هنا. يعني مش بس هتقدر تنشئ صور وفيديوهات بالذكاء الاصطناعي، لا انت كمان تقدر تعمل مونتاج بالكامل من خلال البرنامج ده. ولكن انا ما برشحش انك تعمل المونتاج من خلال البرنامج ده، خلينا نستخدمه في ان احنا نعمل صور وفيديوهات بالاي اي، وبعد كده المونتاج هنعمله على برنامج خارجي. فعندك هنا على الشمال الجزء الخاص بمقاس الفيديو، هل انت عايز تعمل فيديو شورت او فيديو طويل زي ما انت عايز. طبعا هنا المقاس بتاع الفيديو لو انت هتعمل له اديت من هنا. تمام. عندنا على اليمين بقى عندك حاجة اسمها الميديا لايبراري، دي المكتبة بتاعتك تقدر ترفع عليها صور وفيديوهات من جهازك، وفي نفس الوقت هتلاقي عليها الصور والفيديوهات اللي انت بتعملها من خلال الاي اي الموجود في البرنامج ده. عندنا كمان لو لاحظت فوق كده عندنا البابليك جاليري، تعال نبص عليه بصة سريعة. ده بتلاقي عليه كل الشغل اللي الناس بتعمله من خلال البرنامج ده. يعني زي ما هنشوف شوية كده وانت بتعمل صور تقدر تختار هل تضيفها في البابليك جاليري زي كده ولا تخليها خاصة بيك انت. ففي كرييتورز كتير او مستخدمين كتير للبرنامج ده بيضيفوا الصور بتاعتهم هنا، فطبعا من هنا تقدر تاخد الهام وانسبيريشن كبير جدا، وفي نفس الوقت تقدر تحمل الصور دي على طول على جهازك لو انت عايز تستخدمها. نرجع تاني بقى للبرنامج والكلام المهم.
تاني حاجة معانا بعد الميديا لايبراري معانا حاجة اسمها Create with AI، ودي اهم حاجة بالنسبة لنا، ودي اصلا الخاصية اللي احنا بنشتري البرنامج ده عشانها. عندنا هنا اكتر من اختيار زي ما انت شايف، عندك Create from prompt يعني انك تحول النص بتاعك لصورة او فيديو من هنا، وهنتكلم عنها بالتفصيل. عندنا Image to Video يعني انك تحول الصورة لفيديو، دي طبعا ميزة حلوة جدا. عندنا التوكينج فوتوز يعني انك تخلي الصورة تتكلم، ولكن دي في النسخة الاعلى شوية، لان زي ما قلت لكم البرنامج فيه خطتين، الخطة البيسك اللي هي ب$50 مدى الحياة، والخطة الاعلى شوية ودي اللي بتفتح لك كل الحاجات اللي تحت دي. لو انت اقتنعت بالبرنامج اثناء الفيديو ده فممكن تشتري اعلى نسخة مباشرة. زي ما قلت لك عندنا التوكينج فوتوز، عندنا الريبليس باك جراوند، تقدر تعمل ان بينتنج، تقدر تعمل اوت بينتنج، تقدر تعمل سبيشال افكتس، تقدر تعمل اوبجكت ريموفر، تقدر تعمل موشن براش، حتى كمان تقدر تعمل ساوند فروم برومت، يعني تقدر تعمل ساوند افكت من البرومت. زي ما تقدر تحول التكست لصورة او فيديو تقدر تحول التكست لساوند صوت يعني او ساوند افكت. فاحنا الشغل بتاعنا كله حاليا هيكون على اول حاجتين اللي هم تحويل النص لصورة وتحويل الصورة لفيديو. تعالوا بقى نشوف الجمال مع بعض. اول ما بتدوس على كرييت فروم برومت بيظهر قدامك الاختيارات دي. على اليمين هنا بتحدد مقاسات الصورة اللي انت عايزها تبقى لاندسكيب يعني فيديو طويل، ولا فيرتيكال اللي هي الفيديوهات الشورتس. مهم جدا جدا تركز في دي، يعني لو انا عايز اعمل فيديو قصير هختار دي عشان كل الصور اللي تطلع لي من البرومت اللي هديه تطلع بمقاس مظبوط، ولو انا عايز اعمل فيديو طويل هختار دي. طبعا عندنا حاجتين، عندنا البوزيتيف برومت وعندنا النيجاتيف برومت. سيبك من النيجاتيف برومت يعني ده اختياري تقدر ما تحطش فيها اي حاجه، احنا اللي يهمنا البوزيتيف برومت او الوصف اللي انت عايزه يحوله لصوره. النيجاتيف برومت تقدر تحط فيها الحاجات اللي انت مش عايزها تظهر في الصوره، ولكن زي ما قلت لك دي اختياريه مش شرط تعملها. طيب عندنا هنا الايمج تايب، عندنا اكتر من تايب. ايه هو الايمج تايب اصلا؟ هو نوع الصوره اللي عايزه يطلعها لك، عايزه مثلا يطلع لك صوره هيومن، ولا عايزه يطلعها 2D ولا 3D ولا فوتو رياليستيك ولا اذر، زي ما هنشوف مع بعض. احنا هنجرب كل ده. عندك بقى الستايل نفسه، فانا مثلا ممكن اعمل الصوره هيومن بس عايز ايه الستايل بتاعها يبقى هايلي ديتيلد، ولا مثلا بينتينج ولا فوتو رياليستيك ولا سينماتيك. كل دي حاجات تقدر تجربها وكل واحده فيهم بتدي نتيجه مختلفه عن التانيه. فتعالوا نجرب كده مع بعض وندي برومت بسيط للاداه ونشوف النتيجة عاملة ازاي. خلينا نتخيل مع بعض ان احنا عايزين نعمل صورة لباندا مثلا بيعمل سيرفنج في البحر، راكب بقى الامواج والحاجات دي. فخلينا نقول مثلا، طبعا ده برومت بسيط جدا جدا، وشوية كده هقول لك تعمل ايه لو انت اصلا ما بتعرفش تعبر بالانجليزي. كل ده هنحله مع بعض ان شاء الله. فزي ما انت شايف كده انا كتبت برومت بسيط. بعد كده بحدد الايمج تايب، انا هنا عايز الصورة دي مثلا تبقى 3D تمام، والستايل بتاعها يبقى سينماتيك. كده انا حددت اهو واحنا بنجرب وبنلعب مع بعض. عندك بقى هنا اختيارين، اول اختيار انك تجنريت الايمج على طول بالبرومت اللي انت اديته له ده، وتاني اختيار ان هو يعمل لك اكستنت للبرومت، يعني يكتب لك وصف اكتر للبرومت ده. لو دوسنا عليها كده تعال نجرب مع بعض. زي ما انت شايف كده اعدل على البرومت كتير جدا جدا. فتعالوا كده نشوف ده مع بعض. ندوس على جنريت ايمج، هنا بيبدأ هو يصمم لك الصورة ومش بيأخر على فكرة، يعني زي ما انت شايف ما خدش معانا 5 ثواني. بص الصورة اللي طلعها عاملة ازاي. طبعا النتيجة بالنسبة لي ممتازة جدا. تقدر برضو تكبر الصورة هنا وتشوف التفاصيل بتاعتها كلها. طيب اول ما بيطلع لك الصورة بيظهر لك اختيارات تاني كتيرة. اول اختيار انك تشير الصورة دي في البابليك جاليري اللي انا قلت لكم عليه من شوية، لو مش عايز هتشيل علامة الصح من هنا. الاختيار اللي بعد كده وده مهم جدا جدا في الناس اللي هتعمل قصص كرتونية وعايزة يبقى معاها كونسيستنت كاركتر او شخصية ثابتة في كل المشاهد، فبكل بساطة هتدوس على ريوز ذا سيم كاركتر. انا عايز نفس الباندا ده بكل مواصفات وشه يبقى موجود معايا في كل السينز اللي هعملها بعد كده. دي طبعا مفيدة جدا جدا لو انت بتحكي قصة وعايز تستخدم نفس الشخصية تمام. الاختيار التاني بقى انك تحول الصورة دي لفيديو على طول. فعشان تحولها لفيديو هتيجي على الموشن سبيد وتختار بقى الموشن سبيد بتاعتك. هم بيخلوها على الميديم، ممكن انت تجرب الهاي او الميديم او اللو براحتك. خلينا نخليها على الميديم دلوقتي. وزي ما انت شايف لو عايز احول الصورة لفيديو هدوس بكل بساطة على كرييت فيديو. طيب لو انا عايز احفظ الصورة دي عشان تنزل عندي فين في الميديا لايبراري بتاعتي المكتبة بتاعتي، هدوس على سيف ايمج. لو انا ما دوستش على سيف ايمج
طبعا هخسر الصورة. طيب انا بقى عايز احول الصورة دي لفيديو، بكل بساطة هدوس على كرييت فيديو. بس كده انت خلصت. بيقول لك الفيديو بتاعك هيظهر برضو في الميديا لايبراري، فخلينا نخش على الميديا لايبراري عشان برضو الصورة تبقى واضحة معاك. هنا بيبقى عندك فولدرات كتيرة جدا. عشان توصل لكل الصور اللي انت عملتها وعملت لها حفظ بالاي اي هتلاقيها في الفولدر اهو اللي اسمه ماي اي اي ايمج. تخش عليها هتلاقي بقى كل الصور اللي انت حفظتها، مش اللي انت عملتها، لان ممكن تعمل الصورة وما تحفظهاش. فهو زي ما انت شايف الصور قدامك اهي، ودي صور من قصة كريم اللي احنا شفناها في اول الفيديو. طيب الفيديوهات هلاقيها فين؟ بكل بساطة هتلاقيها في ماي اي اي فيديوز. تخش عليها هتلاقي الفيديوهات بتاعتك نزلت هنا اهي. بص تقدر كمان تعمل بلاي. هنا الفيديو ثانيتين لان انا كنت مختار ميديم، لو انا كنت مختار هاي ممكن يخليها 3 او 4 ثواني. طبعا هي مش مدة طويلة ولا حاجة، ولكن هو انت بتعتمد المشهد الواحد بيكون 3 ثواني 4 ثواني، فالموضوع برضو بيبقى بسيط. او انت ممكن تستغنى عن البرنامج ده في تحريك الصور وتستخدم برامج خارجية كتير. لو عايز تعرفها اكتب لي مهتم في التعليقات عشان اعمل لكم فيديو عنها ان شاء الله. فزي ما انت شايف كده احنا شفنا الصور والفيديوهات بتبقى موجودة فين. تعالوا بقى نرجع تاني هنا ونجرب ستايل مختلف. خلينا نجرب كل الستايلز دي. طبعا احنا براحتنا لان احنا معانا عدد لا نهائي من الصور مدى الحياة، فده طبعا بيدينا اريحية وحرية كبيرة جدا جدا، عكس باقي البرامج الموجودة في السوق حاليا اللي بتكون باشتراك سنوي او شهري وبيكون ليك ليميت. فطبعا ساعتها انت بتبقى خايف تجرب او تبدع براحتك. يلا بينا نشوف الستايل الجديد. طبعا احنا الاول كنا سينماتيك، تعالوا نشوف الفوتوجرافيك الستايل ده وندوس على جنريت ايمج. نفس البرومت ونفس كل حاجة، ما غيرناش اي حاجة. بصوا الفرق ما بين ده وده، طبعا ستايل مختلف تماما وده طبيعي. شوف كل ستايل بيطلع لك نتيجة مختلفة بستايل مختلف رغم ان احنا مستخدمين نفس البرومت. بس مثلا هتلاقي هنا في الستايل ده كان حاطط لك شجر وحاطط لك طيور بتطير فوق، والباندا نفسه شكله مختلف. هنا الباندا بستايل مختلف تماما بصورة مختلفة تماما. هنا تحسوا ان انمي فعلا، او لو عملت زوم. فكل ده بنفس البرومت زي ما انتم شايفين. احنا بس بنغير ايه؟ الستايل. احنا كمان لسه ما غيرناش الايمج تايب. فخلينا نجرب الستايل اللي بعده. طبعا زي ما قلت لك لو انت عايز تحفظ الصور هترجع على كل صورة وتدوس على سيف ايمج، او زي ما انت شايف هتلاقي لسه الخيار موجود، انما في اول صورة الخيار مش موجود لانك بالفعل حفظت الصورة في الميديا لايبراري بتاعتك. هنا برضو صورة مختلفة شوية وباندا مختلف شوية بتفاصيل اكتر. بصوا هنا انا جربت الفانتسي ارت والحقيقة ممتاز جدا جدا، يعني تقريبا ده بالنسبة لنا احسن صورة طلعت. فانت بقى بابداعك هتبدأ تجرب كل ستايل لحد ما توصل للشكل اللي انت عايزه. وكده كده زي ما قلت لك معاك اريحيه كامله لان معاك عدد لا نهائي من الصور. احنا دلوقتي جربنا كل الستايلز المختلفه. خلينا بقى نجاوب على سؤال مهم جدا جدا، وهو تعمل ايه لو انت ما بتعرفش تكتب برومبت؟ بكل بساطه هتروح على جيميناي وتبدا تكلمه بالعربي. ممكن تستخدم جيميناي او ممكن تستخدم شات جي بي تي او اي برنامج تاني شبههم وتبدا تكلمه بالعربي. بص انا هنا بكلمه ازاي؟ بقول له بص انت دلوقتي خبير في كتابه البرومبتس وخاصه الايمج برومبت، انت عندك خبره كبيره وتقدر تكتب وصف لاي صوره. تمام؟ قال لي تمام. فجيت قلت له انا هتكلم معاك عربي واقول لك الصوره او المشهد اللي انا عايزه، وانت هيكون دورك انك تكتب لي ايمج برومبت احترافي. جاهز؟ قال لي جاهز. وبدا يقول لي برضو امثله. فانا جيت هنا قلت له انا عايز صوره لشاب المفروض ان الرسام مش عارف ايه. بقول له الحاجه اللي في دماغي، انا بكلمه عربي وبفترض معاك ان انا ما بعرفش اكتب او اعبر بالانجليزي خالص، وهو بقى هيكون دوره ان يديني وصف او برومبت احترافي. زي ما انت شايف هنا بدا يديني اختيارات بالعربي وبعد كده كتب لي الايمج برومبت جاهزه للاستخدام، كاتب لي اكتر من واحده. فتعالوا ناخد واحده واحده كده ونشوف النتيجه عامله ازاي. طبعا هنشيل النيجاتيف برومبت وهنحط هنا البرومبت اللي خدناه من جيميناي او شات جي بي تي زي ما هو بالظبط، وهنيجي هنا بقى نحدد الايمج تايب. انا هنا مثلا عايز اجرب الهيومن وعندي كذا ستايل، مثلا خلينا نقول نختار الفوتو رياليستيك. طبعا انت لما تشتري البرنامج تقدر تجرب كل الستايلز دي براحتك. انا بس عشان وقت الفيديو ما يكونش طويل فخلينا نجرب كده مع بعض ونشوف الطريقة دي فعالة ولا لا. هنا احنا هنسيبنا من الباندا خالص وهنبدأ نطلع صور جديدة تماما. نشكر الباندا الصراحة على المجهود العظيم، والحقيقة انا بحب الباندا جدا. فدي كده اول صورة اللي هي في الهيومن، او زي ما انت شايف الصورة قدامك اهي لشاب زي ما انا وصفت له بالظبط. قلت له انه كسول ومش بيطور من موهبته، اديني وصف بيعبر عن الشاب ده وهو قاعد في اوضته وحواليه لوحات والوان واغراض رسم وهو قاعد كسلان. بصوا كده معايا الصورة تعتبر معبرة.
وده طبعا في الفوتو رياليستيك. طيب لو خليناها سينماتيك ندوس على جنريت ايمج، الصورة دي برضو احسن شوية ومعبرة شوية، هو قاعد زعلان وحواليه فعلا رسومات كتيرة وكده. فزي ما انت شايف انا كده حليت مشكلة ان انا شخص ما بعرفش اكتب برومت اصلا ولا بفهم في الانجليزي ولا اي حاجة، اتكلمت مع جيميناي او شات جي بي تي كأنه واحد صاحبي خبير بجد وهو قام لي بالواجب. طيب لو انا عايز اجرب تايب جديدة، مش ستايل بقى نركز، انا هنا عايز تايب جديدة اللي هو ال 3 دي، وجيت هنا قلت له خليها سينماتيك برضو وندوس على جنريت ايمج. هنا زي ما انت شايف الصورة نفسها مختلفة، التايب بتاعها 3 دي انما التانية كانت هيومن، فالصورة هنا ممتازة. ولكن لو لاحظت هتلاقي فيه زي غلط مش ملحوظ قوي اللي هو بتاع ايده تحسها مش مظبوطة. ممكن تخليه يعمل اكستند للبرومت بحيث يكتبه هو بشكل ادق، وتدوس على جنريت ايمج او تجرب ستايل جديد مثلا ال 3 دي موديل، وتفضل بقى كده رايح جاي لحد ما توصل لافضل شكل ممكن. بعد ما بتخلص تصميم المشاهد بتاعتك كلها من البرنامج ده هتكون محتاج بعد كده انك تعمل فويس اوفر، وده تقدر تعمله بكل سهولة وبشكل مجاني تماما من خلال موقع ليفل لابس اللي قدامكم دلوقتي. ده افضل موقع في السوق حاليا لتحويل النص الى صوت، وفي نفس الوقت بيدعم اللغة العربية بدقة قوية جدا جدا. وزي ما قلت لك في خطة مجانية هتفي بالغرض، بس انا شخصيا بستخدم الخطة المدفوعة عشان اقدر اعمل فويس كلوننج اللي هو استنساخ لصوتي او اي صوت تاني، واقدر استخدم اصوات حقيقيه ومميزه 100%. فهتخش على موقع ليفل لابس من هنا، وبعد كده هتاخد السكريبت اللي انت كتبته على جيميناي او شات جي بي تي وتحطه هنا، وتبدا تختار من هنا الفويس بتاعك. تفضل طبعا تسمع لكل الاصوات دي لحد ما توصل للصوت اللي انت شايفه مناسب، وبعد كده هتيجي واخد الصوت والصور اللي انت عملتهم وتروح على اي برنامج مونتاج. وانا برشح طبعا برنامج كاب كات، برنامج مجاني وهايل جدا جدا، وبكل بساطة هترفع الصور والفيديوهات وكمان معاهم الصوت وتركب الاتنين على بعض، وبكده انت عملت قصص كرتونية بكل سهولة باستخدام الذكاء الاصطناعي. لو في اي حاجة في الشرح مش واضحة عرفني في التعليقات، ولو عندك اي سؤال بخصوص البرنامج اكتبه في الكومنتات وهجاوب عليك ان شاء الله. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.